برشلونة يسقط بالأربعة في ملعب إشبيليا. شيء وارد إن برشلونة يخسر عادي، لكن اللي مش وارد إنه يخسر بالأربعة، وخصوصا إنه لسه جاي من خسارة قصاد باريس في دوري الأبطال. الماتش اللي أشدت بيه بطريقة لعب هانزي فليك اللي المفروض تتغير أو المفروض ما يجازفش قصاد كل الفرق، لأن كل الفرق مش بتلعب بنفس التكتيك. قصاد نيوكاسل انا اشدت بمستوى برشلونة وبمستوى خطة لعب برشلونة قصاد نيوكاسل، ولكن ده برضه في الاخر نيوكاسل ومدربه ايدي هاو المعروف عنه الاندفاع البدني رقم واحد، او اندفاع بدني بطريقة مبالغ فيها. التكتيك عنده مش قد كده، واللي متابع نيوكاسل هيعرف الكلام ده كويس. لكن قصاد الخصوم في الدوري الاسباني لا، الموضوع بيختلف، لانك السنه اللي فاتت لعبت بنفس الطريقه دي، فبالتالي اكيد ان الخصوم هيكونوا حفظوا طريقه لعبك، فبالتالي هيكونوا محضرين كويس لمواجهه برشلونه. خصوصا ان هانزي فليك انا بشوف ان هو ما اضافش حاجات كتيره قوي على طريقه لعبه، هي نفس الطريقه بتاعه السنه اللي فاتت، بل يمكن هو خسر مدافع زي إنيجو مارتينيز، واللي أروخو مش مستوى إنيجو مارتينيز أبدا، فبالتالي أصبحت الأهداف اللي هيستقبلها برشلونة أعلى من السنة اللي فاتت، عشان أنت خسرت مدافع زي إنيجو مارتينيز وبدلته بأروخو اللي محدش طايقه أصلا في برشلونة، أو جماهير برشلونة أصلا مش طايقاه. فأنا بشوف إن على هانزي فليك إنه يغير شوية من طريقة لعبه، لأن فيها مجازفة بطريقة كبيره جدا. انت بتخلي دفاعك كله عرضه للتحولات الدفاعيه، فانت ما عندكش السرعات العاليه في الدفاع باستثناء بلدي اللي اصلا مش بيشارك بانتظام بسبب اصاباته المتكرره. مش بقول ان المفروض يغير خطته قصاد كل الفرق، في فرق ضعيفه عادي تلعب قدامها جيم زي ده، برضه هيكون في مجازفه، ولكن طبعا المجازفه مثلا مش هتكون زي فريق زي قصاد مثلا فريق باريس سان جيرمان اللي الماتش اللي فات عرف يستغل خط دفاع برشلونة المتقدم وانه يحول الخسارة الى فوز. كذلك النهارده اشبيليا برضه قدر ان هو 4 اهداف ياما، خصوصا ان اشبيليا مش دون المستوى جامد، حتى وان كان اشبيليا اسم كبير بس مش دون المستوى جامد ان يجيب في برشلونة 4 اهداف.